المعرض ده عدى بمراحل متعددة. كانت المرحلة الأولى قبل ثورة 25 يناير. أنا كنت هعرض في القاعة ديت سنة 2011 في مارس 2011 بمجموعة من الأعمال الخاصة بيا، بالأسطورة، بأحلامي، بأفكاري، بتصوراتي كده، إلى أن قامت الثورة في 25 يناير. تغير تماما مفهومي الشخصي، وتغير تماما مفهومي الإبداعي. فكانت كل الشغل اللي أنا المفروض كنت هعرضه في مارس 2011، ثم انتقلت بعد كده إلى هذا العالم اللي هو عبارة عن إرهاصات لنهاية العالم. فكرة إرهاصات أو معنى كلمة إرهاصات هو بدايات أو دلالات أو علامات أو توقعات. ده مفهوم كلمة إرهاصات. أما نهاية العالم فليس المقصود منه هو نهاية العالم كما يعني يصل المتلقي مباشرة، لأن نهاية العالم ده نهاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هي فلسفة هذا المعرض هو نهاية العالم المادي، نهاية الغش والخداع والمكر، ونهاية دول وظهور دول جديدة، نهاية حكومات وظهور حكومات جديدة في أفريقيا وفي مصر وفي العالم العربي وفي أوروبا وفي أمريكا. تغير كثير جدا حتى من الواقع الجغرافي، زي تسونامي وغيره من الزلازل وغيره من الاتجاهات أو الأحداث الجارية اللي حصلت على سطح الكرة الأرضية خلال ال3 سنوات. ولذلك أنا لما جيت أشتغل كنت بشتغل من هذا المنطلق. أولا أنا مش متعمد أي عمل فني، ومش متعمد أي عناصر تبقى موجودة في هذه اللوحات، لكن العناصر هي اللي تواجدت داخل هذه الأعمال. حتى أنا ما اخترتش العنوان، يعني أنا شخصيا لم أختار العنوان بالشكل عشان المتلقي، لكن هي الأعمال ذات نفسها هي اللي اختارت هذا الاسم. هنلاقي في الأعمال عناصر نباتية وعناصر إنسانية، وهنجد الجدران، ودي حاجة جديدة على أعمالي، هنجد الطيور والأشجار والفراغات والظل والنور والإحساس الدرامي أو الميلودرامي في حالة تواترية بين العناصر وبين بعضها، في حالة سؤال، في حالة خوف، في حالة توتر، في حالة قلق. طب ليه احنا استخدمنا اللون الأبيض والأسود؟ الأبيض والأسود في الحقيقة أنا أولا بعشق الأبيض والأسود. أنا خريج قسم تصوير بكلية الفنون الجميلة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.